اغلب خسائر البورصة اللي شفت الناس بتخسرها على مدار ال21 سنة اللي فاتوا بيجوا من الحركة دي. والسبب الرئيسي ان دي اغلب خسائر البورصة بتيجي منها ان اغلبية الناس بتعمل الموضوع ده لان هو يبان براق من بعيد، وبعد كده لما ناس كتيرة بتدخل بتكتشف ان هو كان فخ. اللي بكلمك عليه النهارده التداول اليومي، الصفقات اليوميه، الناس اللي تقول لك ايه اسهم اليوم. اغلبيه الناس اللي بتتعامل بالطريقه دي مش بتكسب قليل، في الغالب بيطلعوا خسرانين جامد من راس مالهم حتى وان كسبوا في الاول شويه صغيرين بالصدفه. قبل ما ابدا الاول بس بفكرك ان في جروب تعليمي مجاني في الصفحه الرئيسيه في القناه، جواه معلومات تعليميه كتيره مبنيه على خبره ال21 سنه اللي فاتوا، لان انا بادئ البورصه من سنه 2005. رقم اتنين، هتلاقي جواه لست للأسهم القوية ماليا طبقا لوجهة نظري الشخصية، وهذه ليست دعوة للشراء، وهذه ليست نصيحة مالية، وليست للأسهم اللي بتوزع أرباح مرتفعة، ومعلومات تعليمية عن البورصة المصرية والبورصة الأمريكية وحاجات تانية كتير. تعال أقول لك أكبر مشكلة في فكرة التداول اليومي أو صفقات اليوم أو التداول قصير الأجل. أول حاجة هديك مثال حقيقي، البورصة المصرية في آخر 12 شهر طلعت حوالي 70%، ده اسهم المؤشر. يعني اللي جه السنه اللي فاتت وغمض عينه واشترى مثلا في اي صندوق من اللي ماشيين مع المؤشر، كان الطبيعي ان هتلاقي ايه وضعه النهارده مختلف تماما. طب ازاي النهارده في ناس في اخر 12 شهر خسران؟ يعني ايه خسران والسوق طالع 70%؟ انا اقول لك ازاي. اولا، انت شغال صفقات يوميه وتداول يومي، فعمرك ما بتاخد الطلعات الكبيره. ما هو لو سهم طلع 70% ولا طلع 80%، انت اخرك مش شايف غير حاجه محدوده. اليوم بتاعك النهارده دخلت صفقه اليوم وطلعت، كسبت فيها بقى ولا خسرت بغض النظر ان السهم اصلا طالع. رقم اتنين، السهم ده ما بياخدش الطلعه دي بشكل مباشر، ده بيطلع وينزل ويطلع وينزل ويطلع وينزل حتى وان كان الاتجاه العام صاعد. في كل نزله انت بتعمل وقف خساره لان انت متداول قصير الاجل، فانت بتخسر في كل نزله وبتخسر في كل تصحيح وبتخسر في كل تريحه وما بتاخدش الطلعه الكامله، فطبيعي جدا تطلع خسران في سوق صاعد. انت واخد البورصه بالشقلوب. وعلى فكره الناس اللي بتقعد تقول لي يا عم انت بتقعد تقول ايش عرفنا ايه، ما يمكن انت على فكره انا معاكم ومش بتضايق من الكلام ده. هتلاقي في الجروب التعليمي المجاني اللي في الصفحه الرئيسيه في القناه بوستات بتواريخ قديمه لا يمكن تغييرها. خش بص هتجاوب على الاسئله اللي عندك كلها. ده غير اصلا ان نقطه البدايه ان انت تتعلم بقى تحليل الاسهم واعرف اقيم السهم بحيث ابقى مستثمر مش متداول يومي، اعرف اقول اه السهم ده تحت قيمته. هتلاقي نقطه البدايه في تعليم التحليل المالي المبسط في الجروب التعليمي المجاني اللي في الصفحه الرئيسيه في القناه، هتلاقي اللينك في البايو. وعلى فكره التحليل المالي مش حاجه معقده زي ما انت متخيل بقى وان انا لازم اقعد مش عارف، لا لا خالص. في شويه حسابات بسيطه ممكن قبل ما تخش سهم ممكن تعمل الحسابات دي او تعملها بعينك حتى في فتره انت مش هتقعد تذاكر اسابيع. ده في حاجات ممكن تساعدك في اتخاذ القرار تعملها في 10 دقائق اول ما تبص على السهم. لكن فكره ان انت تقلب البورصه تجربه للحظ، ما انت طالما بتشتغل على اليوم انت بتجرب حظك. ما تحاولش تقنع نفسك ان اي مؤشر من اللي انت بتستخدمهم دول هو بيقول لك حاجه. هي مجرد على فكره حركه عشوائيه تماما ملهاش علاقه باي شيء. المؤشرات دي يعني نسبه دقتها انت وحظك. ما في المستثمر بيعرف بليفل اوف كونفيدنس معين يقول لك اه السهم ده قيمته كذا المفروض يبقى قيمته كذا. اه ممكن يعمل اخطاء بس اخطائه قليله جدا. انت بالنسبه لك ممكن يوم صفقه تسيب وصفقه تخيب وفي نفس اليوم صفقتين ينجحوا وصفقتين يفشلوا والموضوع مش عشوائي. عايز تتعلم استثمار صح؟ هتلاقي نقطة البداية في الجروب التعليمي المجاني اللي في الصفحة الرئيسية في القناة اللي هيعلمك تحليل الأسهم والأسواق المالية بطريقة محترفة.